بص كده ركزي معايا في اي مناسبه هتلاقي اغلب الناس بتجري على الصبغات ان هي تعمل لون يكون مرضي بالنسبه لها سواء في البنيات او في اي درجات هي بتكون حباها. ولكن انا هنا في لي سنتر بقول لك كفايه كفايه تعرضي شعرك للاضرار الكبيره من صبغات الشعر. لو بتعملي مثلا مره في السنه او يعني على مدار حياتك عملتيها مرة أو اتنين ماشي، مفيش مشكلة من باب التغيير أو من باب إن أنت عايزة تجربي وتشوفي. لكن الأفضل في صبغات الشعر، أو الأفضل في العناية بالشعر، وإن أنت تستخدمي منتجات محترمة لشعرك، ما يكون أضرارها على الأقل يكون أضرارها يعني بيبقى أقل ضرر على الشعر. فلو أنت دماغك صبغة وعايزة درجة لطيفة في البني زي الناتشرال براون 4 اللي هي موجودة في الصبغة اللي هي صبغة ريتش كريمي. الصبغة دي عبارة عن صبغة كريمي للشعر ناعمة جدا، فيها ترطيب مضاعف 10 أضعاف ترطيب الألوفيرا. وريتش كريم احنا وفرنا منها اللون البني اللي كان مطلوب، وكمان هي بشكل واضح اهو مكتوب عليها نو امونيا. على الاقل ضررها اقل على الشعر من استخدام انواع تانية من الصبغات احنا مش بنرضى نوفرها في ليلي سنتر. طبعا الافضل والاحسن واللي هو اقوى لصحة الشعر الحنة الهندية العلاجية، وطبعا نبار الحنة هندية معروفة طريقة استخدامها مفيش أسهل من كده، ومصنوعة من عشب هندي أصلي. الكمية اللي موجودة أو العبوة اللي موجودة دلوقتي في ليلي سنتر، العبوة اللي عليها 25% زيادة، وكمان هي حنة هندية صافية بيور 100%. دي معروفة طبعا نبار، والقطع الموجودة دلوقتي في ليلي سنتر هيبقى عليها خصم اللي هتيجي تلحقها بسرعة. إنما الأهم واللي انا يعني بحب اتكلم عنها واكتشفناها في الفتره الاخيره وبقينا نوفرها دايما في ليلي سنتر، وبجد بجد عن تجربه. الكلام ده مش كلام بيع ولا انا هقرا لك المكتوب دلوقتي واترجمه لك، لا، الكلام ده عن تجربه حقيقيه فعليه لكل الناس اللي جربتها من ليلي سنتر وبعتت لنا وشكرتنا عليها، او احنا كمان بشكل شخصي احنا جربناها على مستوى الشخصي وعلى مستوى العيله. اكتر من حد عندنا استخدم حنه امامي الذهبيه اللي هي بتبقى عباره عن أعشاب هندية أصلية طبيعية. بص مكتوب عليها إن هي مكونة من 10 أعشاب هندية أصلية طبيعية. طبعا لما تقرأي الكلام اللي عليها هو يعني الكلام نفسه بيوضح لك قد إيه هي بتشتغل على ترطيب وتنعيم الشعراية. ما فيهاش أي أمونيا، ما فيهاش أي مواد كيميائية ضارة. وزي ما هو مكتوب عليها كده إمامي جولد إنديان حنة is a unique blend of the purest form of حنة، أنقى أنواع الحنة المكونة من 10 أعشاب نادرة. زي ما هو مكتوب كده 10 rare herbs from Indian the land of Ayurveda. وزي ما هو مكتوب كده إمامي جولد حنة يعني مميزة جدا، مصنوعة a unique blend of the purest form of حنة and 10 rare herbs، يعني 10 أنواع أعشاب طبيعية من أرض الهند، الأعشاب الأصلية بتدي شعرك to give your hair strength and double conditioning، يعني بتديها ترطيب مضاعف وقوة لشعرك. إمامي جولد إنديان حنة is made of all organic ingredients، يعني أصلا المكونات بتاعتها مكونات عضوية طبيعية and is free of ammonia، ما فيهاش أي أمونيا أي مواد ضارة ولا أي مواد ضارة and other harmful chemicals، ولا أي مواد كيميائية ضارة. طبعا طريقة استخدامها موضحة سهلة جدا، طبعا احنا بنوضحها لك. الحقي اطلبي من الكمية الموجودة في ليلي سنتر وعدد القطع المتوفر اللي عليه عرض، سواء في حنة الهندية إمامي جولد الحنة الهندية الأصلية اللي عليها عرض، أو كمان نبار اللي معروفة وكمان عليها خصم حلو جدا في ليلي سنتر. لو انت دماغك زي ما قلنا صبغات، جربي ريتش كريم اللون البني الخطير ده، وبجد ايا كان اختيارك منهم هما التلاتة بجد هيعجبك. تجربة للشعر خطيرة، بتعالج الشعر، بترطب، بتنعم، بتقلل الهشام، بتقلل التقصف، بتقلل التساقط. كمان مع الاستمرار على التعود على استخدام الحنة الهندية العلاجية للشعر بتساعد كمان في تطويل الشعر.